في أوقات الكلام فيها بيبوظ المعنى. كل كلمة ممكن تطلع من وجع فتخسر بيها نفسك قبل ما ترد على اللي وجعك. الصمت مش ضعف، الصمت هو أعلى صوت لما تبقى فاهم أكتر من اللي قدامك. ربنا ساعات بيوريك الموقف مش عشان ترد، لكن عشان تتعلم تسكت وتسيبه هو اللي يرد عنك. الصمت مش استسلام، الصمت اختيار الهدوء بدل الزحمة، اختيار السلام بدل الجدال، اختيار الكرامة بدل التبرير. الصمت مش دايما راحة، بس دايما حكمة، لأن اللي واثق في نفسه واثق إن ربنا شايف وسامع ومش محتاج يثبت حاجة لحد. ما تتسرعش في الرد، يمكن سكوتك هو أكتر رد وجع اللي وجعك. الدرس ده هو جزء من الإطار الكامل للبروفة دي اللي بنشاركها مع بعض. يا رب تكونوا استمتعتوا. ما تنساش تعمل متابعة وتشترك في القناة عشان لسه عندنا كلام كتير. وشاركني امتى سكت واكتشفت بعدين إن سكوتك كان أبلغ من 1000 كلمة. في كل بروفة كلمة، وكل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة.